عمر جمعيتها وأبنائهم وأحفادهم الله أكبر. يعني الحكاية جميلة خالص. و أنا بشكر الأستاذ محمد السلموني قوي لأن هو فعلا عمل دراسة جيدة وجميلة جدا. أنا بس هقول له على حاجة واحدة، إن أنا فعلا ما وقعتش في التجربة اللي هو وقع فيها بالنسبة لجماعة الإخوان. يعني هو عانى منها معاناة شخصية. هذه المعاناة الشخصية أنا لم ألتقيها بالفعل. لكن أنا عاوز أقول إيه، إن قبل ثورة 25 يناير بفترة أنا عملت في أحد الأفلام أظن أو في أحد المسلسلات مش فاكر كلام بشكل محدد قوي، إنه أوحش نوعين للحكم هو الحكم الديني أو الحكم العسكري. ففي الحكم الديني إذا اختلفت معه فأنت كافر، وفي الحكم العسكري إذا اختلفت معه فأنت خائن. وفي تلك الحالتين ده وحش. وعشان كده أنا كنت أتعشم وأتمنى وأحلم بمجتمع ديمقراطي مدني يرعى حقوق الإنسان ويعمل على النمو الحقيقي أو التنمية الحقيقية. لكن عذري إن أنا فعلا ما كنتش أعرف الإخوان المسلمين. أنا مش بس اعتذرت لمحمد السلموني، أنا اعتذرت كذلك لوحيد حامد. يعني وحيد حامد كان عامل المسلسل بتاع الجماعة وأنا زعلت منه وقلت له أنت عامل الشخصيات حاكم عليها مسبقا. يعني وكان برضه كلامي لمحمد كده إنه الحكم على الشخصيات ثابت. يعني الناس بتتآمر موجودة من أول لحظة في الدراما عمالة تتآمر وتحيك المؤامرات وهكذا، فأنا حاكم عليها كمبدع. هو طبعا عنده التجربة بتاعته ووحيد كذلك فيما يبدو عنده التجربة بتاعته، ولكن أنا قلت لهم أنتوا الاثنين صح وأنا كنت مخطئ لأني لم أكن أعرف أنهم متآمرين بالفعل إلى هذا الحد. هم فعلا بني آدمين نتيجة تكوينهم وتكوين التجمع اللي هم قاعدين فيه والجمعية دي، هم بيمارسوا التآمر بشكل يومي كما يأكلون ويشربون وهكذا. يعني فأنا بكرر عذري، لكن في كلام مؤثر قوي وكاد أن يدفع بالدموع إلى عينيه، لكن الحمد لله قدرت نفسي يعني وكده، لأن أنا مؤاخذة بعيد عن كل أنا عاطفي شوية. أنا بحب أصحابي جدا سيد اللمات الجميل مع عبد العزيز حفظ البديع. فين أنيس الجويع؟ نفسي أشوف وصفاء عبد الكافي وكثيرين وعيد بالصورة عيد صديقي ما بتكلم عنه دلوقتي. وأنا سعيد جدا بوجودي في وسطكم وأتمنى أن تتكرر. يعني يبقى في بقى إيه نشاط ثقافي فعلا زي ما الأستاذ محمد قال. إحنا كنا بنمارس النشاط الثقافي بشكل غريب جدا. إحنا كان عندنا كجمعية الأدباء كنا بنروح نقرأ كتب، يعني ناخد كتب مثلا دستايفسكي كلها ونروح في عزبة البرج عند واحد صديق لينا ونقعد نقرأ دستايفسكي، نتبادل الكتب ونقراها لغاية مدة أسبوع مثلا. يعني واحنا كان محمد فايد كان اسمه فايد شكل، وكنا بنبقى قاعدين على راس البحر المتوسط وقدامنا اوروبا وعندنا احساس غريب. يعني كنا بنعمل جولات في القرى ونشوف الواقع يعني ايه عشان بنكتب عن الواقع فنشوف. فانا حاسس ان كان في حياه ثقافيه حيه ومتجدده وفيها نقاش وفيها صراع وفيها خناق وهكذا. اتعشم ان يعود ذلك العالم وذلك الاهتمام مرة أخرى، وخاصة احنا عندنا أصل الثقافة فعلا بدأ يتعافى وبدأ يبقى فيه نشاط، وهذا شيء جيد جدا. شكرا لكم، شكرا جزيلا.